السلام عليكم، عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نحضروا مقرونة زعرة تونسية، حاجة خفلف بنينة على الاخر، يحبوها الكبار والصغار وتحضر في نص ساعة. خليكم معايا شوفوا تفاصيل الكل في الفيديو، وما تنساوش اذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. توا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. لهنا بالنسبه للمكونات عندي 300 غرام مقرونه، خذوا اي نوع تحبوا انتم. انا خديت لهنا نوع هي هذه نتاع القرابط، وخديت لهنا نصف صدر دجاج قصيته مكعبات صغيره هكاكا. وتوا بالنسبه للتفويح نتاعو اهم حاجه هي الكركم، خديت مغرفه كبيره معبيه كركم، هنا نصف مغرفه صغيره نتاع كمون، شويه كليل وزعتر مرحيين، عندي ورقه رند، زوز سنات ثوم كبار ربيتهم، ملح حسب الذوق، وعندي لهنا شطر مغرفة قهوة فلفل أكحل، عندي كمية من الزيت النباتي باش نستعملها. وأهم مكون في المقرونة الزعرة هو البصل، هنا خديت بصلة كبيرة قصيتها جويدة كما تشوفوا فيها، هذه أهم مكون في اللي هو باش يعمل لي الصوص غادي بعد كيتيب يعني يذبل ويعمل لك الصوص الخضرة والبنينة. لهنا في الطنجرة على النار حطيت كمية من الزيت النباتي تقريبا هكاكا 50 مليلتر ولا اقل شويه، وحطيت معاها كميه البصل هذيك. اهم حاجه انه نقصوا البصل الجويد هذاك باش فيسا يطيب ومن بعد يذوب ما عادش يطرى بعد كيطيب. باش نحط نقليه مليح 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 على النار حتى لين يولي شفاف وتطلع منه كالريحه الفايحه هذيك، يعني ما نحطوش لهنا كميه الدجاج حتى لين البصل يدخل في مرحله الطياب والطنجره تسخن مليح مليح كيما تو تشوفوا فيه. توا باش نكمل نحط الدجاج اللي قصيته مكعبات صغيره، نقصوه مكعبات صغيره الدجاج باش فيسا يطيب، خاطر احنا قلنا وجبه سهله وسريعه في نفس الوقت. تويكا باش نقلي الدجاج هذاك مع البصل والزيت، نحطو نقليه بالكدا بالكدا قبل ما نفوحو، لازم الدجاج يدخل له طياب قبل ما نحطو الفحات. لهنا خليت الدجاج يتقلى مليح 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 ويدخل في مرحله الطياب، وقعدت ديما يعني من حين الى اخر نحرك الدجاج هذاك بالكدا، ما نخليوش يعني ونمشيو نحركو بالكدا حتى لين نحسوه سي بدا باش يطيب. نحطوا اللفحات نتاعنا اللي هما الكركم، الفلفل الاكحل، شويه كمون، شويه كليل وزعتر مرحي، ودوبا ما نحطوا اللفحات هذوكم نمرقوا بشويه ماء باش هكا اللفحات ما يتحرقولناش. توا نحرك بالكدا بالكدا، وبعد باش نزيد كميه اخرى تاع ماء، ما نحطوش كميه كبيره تاع ماء على خاطر لهنا البصل والدجاج مقصوصين صغار ما يستحقوش برشا ماء وما يستحقوش برشا وقت انهم يطيبوا. شفت لهنا الفحات تحلوا مليح بالكدا بالكدا. توا باش نزيد شويه اخر ماء سخون، ديما نمرقوا بالماء السخون باش الطنجره نتاعنا تواصل في عمليه الطهي نتاعها. لهنا ما مرقتش برشا، مرقت يعني شويه كهو حبر اللي باش يطيب فيه الدجاج والبصل. نغطيها ونخليها متاع ربع ساعه هكاكا. في الوقت هذاك نحط الماء يسخن للمقرونه. رجعت لهنا بعد ربع ساعه، لقيت الصوص نتاعي مازالت ما اختارتش بالكدا ومازالت ما شحتش بالكدا، خليت فيها شويه ماء هذاك باش نخليه يعني يتبخر. في الاثناء باش نمشي نصمت المقرونه. لهنا الماء نتاع المقرونه بعد ما يغلي نملحوه، اهم حاجه انه نملحوه، ومن بعد نرميو المقرونه. المقرونه هنا باش نطيبها طياب كامل مش نص طياب، باش نطيبها طياب كامل، بعد نخليها تستقطر وطول من بعد نحط لها الصوص هذيك اللي قاعده نطيب فيها. شفت لهنا في الوقت اللي طابت فيه المقرونه الصوص نتاعي قعدت بالكدا، شفتوا يعني البصل ذاب ما عادش يظهر جمله. هذاك هو التختوخ، احنا نقولوا التختوخ بالتونسي كيما في الطاجين. التختوخ هذاك اللي باش يعطي البنه للمقرونه نتاعنا. المقرونه نتاعنا لهنايكا بعد ما استقطرتها بالكدا وهي سخونه باش نحطها فك الصوص هذاك ونحركها مليح مليح مليح. كما قلت لكم انا اليوم الصوص اللي طيبتها تسقي لكم تقريبا من 250 ل 300 غرام مقرونه.
تحبوا تزيدوا اكثر بالطبيعه زيدوا في كميه الفحات خاصه الكركم، وزيدوا في كميه البصل والثوم. لهنا باش نحركها مليح مليح ونخليها مده 5 دقائق تتشرب الصوص هذيك، ومن بعد نرجعوا نزينوها. شوفوا لهنا رجعت بعد 5 دقائق باش نحرك المقرونه، لقيتها شربت ما شاء الله. تنجموا لهنا تزيدوها شويه زيت زيتونه بالنسبه للعباد اللي عندهم صغيرات هكا يحبوا يعني ياكلوا حاجه مغذيه. انا بالنسبه لليوم عندي شويه جبن، هذه مش باش نزيدو على خاطر فما شكون ما ياكلش جبن في الدار، باش نخليها كبار اللي يحب يحط الجبن نجم يحطوا. تنجموا زيد تحطوا جبن رابي وهي سخونه تعطيك المطه هذيك تولي بنينه على الاخر. انا اليوم باش نزيد كان الزيتونه كهو وسمت كعبات عظم بعد باش نحطهم الفوق. هذه هي كانت وصفة اليوم، وصفة المقرونة الزعرة التونسية. كما شفتوها ما تاخوش برشا وقت، وجبة بالحق نجموا تحضروها للفطور وإلا للعشاء. يحبوها برشا الصغار، أنا صغيرات يحبوها يموتوا عليها. نلقاها سهلة، ساعات نبدأ أنا مخصورة ولا حاجة ما عنديش برشا وقت باش نطيب وإلا في آخر وقت نعملها، يشبعوا بها بالكدا ما شاء الله. تنجموا تزيدوا معاها هنا شوية عظم مسموط، تحطوا شوية جبونات تشخشخوها كما تحبوا أنتوما يعني. ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو متاع اليوم. انا تو ما بقى لي كيمش نقول لكم في امان الله والسلام عليكم.